السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة ستريبس كنتاكي المقرمش التحفة، بجد خطير. عملناه كمان بشكلين، عملناه بالدقيق وعملناه بالبقسماط الخشن، وهقولك ازاي وهقولك ايه الفرق ما بينهم. اول حاجة هنبتدي بالخطوات وبالمقادير بتاعتنا. هنقول بسم الله. معايا دقيق ومعايا بهارات عبارة عن توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم، توابل فراخ، 7 بهارات. لو عندك توابل بروستد حلوة جدا. هننزل بقى بكل التوابل دي مع بعض، والبابريكا طبعا اساسي. هننزل بقى بالتوابل دي كده وهنقلبها، واكيد الملح، وهنقلب كل الكلام ده كده مع بعض. وطبعا الكميات على حسب يعني الكمية اللي انتي شغالة بيها، تعمليها بشكل تقديري يعني. وهننزل بقى بالرايب كمان عليهم، وهنقلب بقى واحدة واحدة كده عشان ما يحصلش عندنا اي تكتلات ولا اي حاجة. وهنزود رايب براحتنا، لو الرايب خلص او اللبن خلص ممكن نكمل مية، مفيش برضو اي مشكلة خالص. هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض تمتزج وما يكونش فيها اي تكتلات خالص. وبعد ما هتمتزج كويس وهتدينا بقى القوام اللي احنا حابينه، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، بحيث ان هو يعني هنغمس فيه كل الكمية اللي احنا عايزينها، وفي نفس الوقت هتكون ثابتة على قطعة الدجاج، مش تنزل، مش خفيفة ان هي تنزل من على قطعة الدجاج، ولا ان هي تقيلة قوي تكون واقفة كده، لا. يعني يبقى قوامها كده ايه مناسب، ان هي الفراخ عندنا تشربها كويس وتمتزج معاها كويس جدا، وتدينا افضل طعم. وطبعا افضل طعم وافضل نتيجة للتتبيلة انك تحاولي تبيتي الفراخ في التتبيلة ليلة كاملة، يعني مش اقل من كده. لو مستعجلة ممكن ساعتين 4 ساعات، بس الافضل لو ليلة كاملة. هنحط بقى قطع الستريبس زي ما احنا شايفين، بنحاول على قد ما نقدر نخلي الصوابع كلها نفس السمك نفس الحجم، عشان السوا يكون كله واحد، مش تخينة مش رفيعة، حاجة كده وسط. وهتكون سهل في السوا جدا، مش هتاخد وقت في الزيت ولا اي حاجة، لان هي اصلا مش تخينة قوي. هننزل بقى بكل الكمية بتاعتنا، ونبتدي بقى ان احنا نقلب كده في التتبيلة، بحيث ان هي تمتزج كلها، كل قطعة تكون متشربة كويس جدا من التتبيلة، لان التتبيلة دي هي اللي هتديها الطعم الخطير بتاع الستريبس اللي كلنا بنحبه. بعد بقى ما اتأكدنا ان احنا قلبناها كويس وان هي كلها متشربة بالتتبيلة والتتبيلة مغطياها كلها، هنبتدي بقى ان احنا نعينها زي ما قلنا ليلة كاملة في التلاجة. وبعدين هنبتدي شغل بقى فيها بعد ما تتبل كويس جدا. انا عندي ده بقسماط خشن بيجي من عند العطار سايب، زي اللي كنا عملناه في بانيه الشركات لو فاكرين. هو بيكون طبعا خشن اكتر من كده، بس احنا هنديله فورمة كده يكون إيه مش خشن قوي ومش ناعم قوي. ممكن تستبدليه بكورن فليكس مطحون، ممكن بقسماط ناعم عادي، انا مزوده عليه كمان بقسماط ناعم. هننزل بقى في من البقسماط، هنتأكد ان احنا يعني متغطية واخدة كفر كويس جدا بالبقسماط، بحيث ان هي تكون يعني مقرمشة، واخدة كفر ما فيهاش حتة الفراخ باينة منها، يعني واخدة كفر حلو. لو انتي حابة الكفر يكون كبير او سميك قوي وبتحبيها مقرمشة قوي، ممكن تجيبي مية ساقعة وتحطيها، تعدي من 1 ل3 وتطلعيها وترجعيها للبقسماط. انا عملتها مرة واحدة وكانت مقرمشة وجميلة. هنبتدي بقى كده خلاص نزلناها في الزيت. برضو في طريقة تانية وهي الدقيق. انا جبت هنا كوباية دقيق، حطيت عليها معلقة كبيرة او معلقتين من النشا عشان تكون مقرمشة اكتر، وحطيت عليها توابل البروستد بس، ما حطيتش اي حاجة ولا ملح ولا اي توابل تانية. هنطلع بقى من التتبيلة للدقيق، واهم حاجة ننفضها كده. التنفيضة دي والهزة دي هي اللي هتديها التعريجة بتاع شكل ستريبس كنتاكي اللي احنا بنحبه. يعني اضغط كويس جدا بالدقيق وانفض، اضغط كويس وانفض، هتدينا الشكل. برضو عملتها من مرة ما حطيتهاش في مية. لو برضو حابة كفر اكتر بتحطيها زي ما قلنا في مية ساقعة وترجعيها للدقيق مرة كمان. وده الشكل النهائي بقى بعد ما استوت. يعني ده بالدقيق، في جزء اللي بالدقيق واضح اهوت واخد شكل التعريجة الحلو، والجزء التاني اللي عملناه بالبقسماط الخشن ده اللي بالدقيق واخد تعريجة حلو قوي. وده بقى اللي عملناه بالبقسماط الخشن، برضو كان طعمه فظيع وكان مقرمش قوي. الاتنين حلوين جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم
في التعليقات. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من أكلة ماما. ده كده فتحنا الجزء القطعة اللي هي بالبقسماط الخشن. شايفين الفراخ بيضة ازاي من جوه ومستوية ازاي، والكفر بتاعها حلو جدا وطعمها كان في منتهى الروعة.